مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. انخفاض في أسعار الخضر في الأسواق المغربية يثير التفاؤل لدى المواطنين، لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في خبر حصري ومثير، تم تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الخضر في الأسواق بالمملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة، مما أثار ردود فعل إيجابية واسعة بين المواطنين. وفي تفاصيل هذا التقرير الحصري، انخفضت أسعار الخضر الأكثر طلبا واستهلاكا بشكل ملحوظ، حيث بلغت أسعار الطماطم ما بين 2.50 و4 دراهم في معظم المدن، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 3 و5 دراهم، وأسعار الفلفل ما بين 5 و7 دراهم، وأسعار البصل ما بين 6 و7 دراهم. وعبر عدد كبير من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الانخفاضات الجوهرية، معبرين عن أملهم في أن تنعكس هذه الانخفاضات على أسعار المنتوجات الأخرى مثل الدواجن والبيض واللحوم، التي تشهد إقبالا كبيرا خاصة في شهر رمضان الكريم. وبهذا الإعلان الحصري يترقب المواطنون بشغف المزيد من التحسن في أسعار المنتجات الغذائية، ويعبرون عن تفاؤلهم بمستقبل أكثر استقرارا ورخاء لقوتهم اليومية.